عليكم الله اللي بيفهم الكلام ده تاني بخلي التوحيد، بيترك التوحيد. انتوا قايلين البلد الحاصل لنا هسه ده بسبب شنو؟ بسبب الحكومة؟ والله ما بسبب الحكومة. السبب الرئيسي صح في أسباب كثيرة، لكن السبب الأساسي سلط علينا الحاكم الجائر. السبب الأساسي اللي خلى لنا البحر ده يكسر علينا. السبب الأساسي جاب علينا وباء، نحن جعانين ومفلسين وتعبانين، كهرباء ما في وعيش ما في، جانا وباء بعد ده كله. السبب شنو الأساسي؟ قدر ما يخمدوا نار القبلية في الغرب تشعل في الشرق، يخمدوها في الشرق تشعل في الجنوب. السبب شنو؟ الناس ديل زي ما قال واحد من أولياء أمورنا في البلد دي، قال البلد دي عاملة زي التوب البالي، قدر ما يجروه يتقطع. شفت التوب القماش المشمس، قدر ما تجره من حتة بيتقطع. ليه؟ الخلة مشمس شنو؟ الأولياء أولياء الأمور ديل ما حيقدروا يحل لكم مشكلتكم، لأنه الموضوع ده من فوق. والله لو جاء أصلح صالح في الدنيا دي مسك البلد دي زول أمين وصادق ما بيصلح البلد، لأنه الموضوع ده من فوق. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم، شركاء بتاعنا نياتهم قعدنا عندهم الليلة أبتلتلة وابعتلة وبجنزير وابقرون بندعوهم من دون الله ونعتقد انه ديل آلهة مع الله. ديل الله بيسألك سؤال: الله الذي خلقكم واحد، ثم رزقكم تاكلوا، ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ده سؤال. سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد. بعد الشرك بيجي الفساد، دي معلومة لازم نفهمها. الحاصل ده بسبب الشرك. قال عما يشركون ظهر الفساد. الفساد ده شنو؟ قال ابن كثير: هو جور السلطان. انت قال ده جا من وين؟ انت ما تمسك في ده، امسك في الجاب السلطان ده منه. هو جور السلطان وضيق المعيشة والأوبئة وغلاء الأسعار. ده المفسرين قالوا كده، ده كلام الله ما نصدقه. قال ظهر الفساد، يا هو شايفينه بعين، اي زول وقف في صف عيش شايفه. ظهر الفساد في البر والبحر، البحر ذاته كسر علينا. السبب شنو؟ بما كسبت أيدي الناس. انت ما تعيب غيرك. والله يا أخي الحاكم الفلاني حرامي، انت ذاتك حرامي إلا من رحم الله. حرامية فيه ولا ما فيه؟ انت ذاتك حرامي، انت ذاتك قاعد تاكل أموال الناس بالباطل، انت ذاتك بدل تلجأ للحي الذي لا يموت بتمشي للأموات. حق الله عليك ما أديت. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله داير يعذبنا بقليل جدا من العملناه مع الله، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لو ذاقنا بكل الذي عملوا كان هلكنا بدري. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله معذبنا ليه انت قايل؟ والضيق الحاصل ده الله غالبه ينزل علينا تفاح من السما دي، بنزين. الناس واقفه صفوف، في ناس الجمعه ما بصلوها. الله غالبه ينزل لنا بنزين. ان الله على كل شيء قدير. بيجيبوا. السبب شنو؟ بلد كلها بترول، بنزين ما عندكم. بلد كلها بترول، غاز ما عندكم. السبب شنو؟ الله ضيق علينا عشان نرجع، معناه نحن في خلل. ارجعوا لعلهم يرجعون، عشان نرجع ونتوب. الله جاب لنا الأوبئة ده، ما هو ظهر الفساد ذاته عشان نرجع. الجماعة قالوا علاج الكورونا الفاتت دي ما وبا، قالوا علاج الكورونا عند أبونا الشيخ. الله جاب لأبوكنا الشيخ زاد والله اداه كورونا، كلكم سمعتوا الخبر. قالوا عنده علاج الكورونا في تراب القبر بتاعه، خليفته الله اداه كورونا عشان يتوبوا ويرجعوا ويعلموا أن الأمر بيد الله. قالوا كورونا جات للشيخ دي ذاتها كورونا مبروك. ديل فهمون كيف يرجعوا كيف ديل؟
الله يقول لهم ما تطوفوا بالقبور، طوفوا ببيت الله وليطوفوا بالبيت العتيق. امشي اقرب قريه برا الخرطوم، تعال شوف الشرك بالله، طواف بالقباب والاضرحه، تبرك بالقباب والاضرحه، تبرك بالاشخاص، تبرك بالشيوخ، عباده لغير الله، سجود لغير الله عز وجل، تعليق للتمائم والاحجبه. واحد قال نحن جنه ما فيها الشيخ الفلاني، انا ما داير اذكر اسمه، ما فيها الشيخ الفلاني، قال ما دايرنا جنة ما فيها الشيخ، ده غلو أكثر من كده في تاني. الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين، بناديهم القوم يا خي، ناديهم لي، ده الرجال الله اللي بيزيلوا البيت. قال قبل فوق نادي أهل الزوج، وقبل تحت نادي المسك، وقبل يمين نادي الصالحين، وقبل صعيد نادي عوض الجيد، وقبل قدام نادي الهمام، وقبل ورا نادي أبشرة. الله وين؟ انت حتنده الله بتين؟ انت حتنده الله بتين؟ ولو كانوا دير صحيح يفزعونا وبنجدونا النكبة اللي نحن فيها دي، وين أهل الله؟ وين أهل السلسلة؟ وين أولياء الله الصالحين؟ ما دعوا الله ليه يزحوا مننا النكبات والكروبات ليه؟ نسأل الله العافية والسلام. أرجعوا إلى ربكم وتوبوا. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.